والله، واتمنى ربنا يديله الصحه. وفي نفس الوقت الفنانه سمير عبد العزيز برضه فنانه انا جميله. شفتها هي لبس اللبس البدوي وبتمضي والله العقد والله انا مضيها في مسرح الطليعه، لان هي هي مشغوله كانت كان. معانا في مكتبة القاهرة طبعا فنانه جميله، فنانه في جميله فتح جدا. شرق. كان في حفلة المدام عاملاها له. حسيت ان هي كلها تواضع لا وكلها طبعا انوثة طبعا فنانه. وكلها طيبة، ومهما كبرت بتكبر في الفن وبتكبر في عقول الناس، لان هي قدمت للسينما المصرية العديد والعديد. ده كفاية ما كانت تقول في الراديو كان لي صديق فيلسوف. دي كان لوحدها صوتها ومهارات صوتها بتأدي الأداء بكل عراقة وكل كريم. هي نفسها أما قعدت وقلت لها أنا بحب الفنانين، حسيت إن هي فعلا إنسانة جميلة وإنسانة طيبة، وكانت بتاكل معانا بيتها يعني. حسيت إن مفيش عندها أي حاجة بعيدة عن أي حد، يعني تحس إن قلبها مفتوح لكل البشر. والله الفنانة سميرة عبد العزيز أم لناس كتير، وكل الناس بيعتبروها يعني مثلهم الأعلى. فنانة عظيمة وأدت لمصر تاريخ عريق من الفن، وفن راقي. وكفاية إن هي رفضت يعني غرات كتيرة، لأن هي متمسكة بالقيم والمبادئ والأخلاق وحاجات كتير يعني صح. وجدناها في الفنانة سميرة عبد العزيز، ربنا يديها الصحة يا رب. وهي الوحيده اللي بتقول لا، قالت لمحمد رمضان لا، ورفضت طبعا تمثل طبعا وياه، طبعا. ورفضت حاجات كتير. في ناس بتواكب العصر، بتشتغل وبتقدم، ما يهمهاش مع مين، المهم انني افضل متواجده على الساحه بعمل باثنين بعشرة، المهم ان يبقى وجودي مستمر. انما سميرة عبد العزيز ربنا يديها الصحة يا رب. لها الصحة. هي دخلت البنوك المصرية في قلبها ودخلت بعقلها. ومعانا نجمة النهاردة هتعرفنا بنفسها، لأن أكيد لها أعمال وأعمالها عايزة تخرجها للناس. هي تعرفنا بنفسها وتقول لنا أعمالها. اهلا بيك يا مدام سهير، انا أهلا اتشرفت بيك، وأنا الشرف لينا بحضورك ووجودك معايا، وحضور استاذ طارق والشيخ احمد والدكتوره هاله والشرطه كابتن معانا كلها، الشرطه معانا كلها والمدام الجميله ديت. وانا اتشرفت بيكم. انا ماما زهره. عملت اعمال، انا من 5 سنين دخلت التمثيل وعملت اعمال كتيره. عملت فيلم دمعة وعملت فات الاوان.